السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتين بس هنقولهم للناس اللي هي بتقول لك أمريكا وإسرائيل وهيطحنونا ومش عارف إيه والكلام دوت. والله يا جماعة الناس دي فاضية فاضية فاضية، جيوشها فاضية، والناس دي تعبانة أساسا. طب أنت تعالى مثلا بص لمحمد صلاح الله يرحمه، دخل فرد لوحده. ويعني إيه، طبعا أنت عارف تدريبات الشرطة غير تدريبات الجيش. تمام. يعني هما في الجيش بيدربك اللي هو يتعامل مع واحد مدني زي زيك كده، غير الجيش بيتعاملك اللي انت ايه تتعامل مع واحد عسكري. التدريبات بتاعته واحد مدرب زي زيك. فواحد يعني فرد موت اتنين، واما دخلت عليه ال ال الكتيبة التانية دي ولا الوردية اللي هو بتيجي ديت، ماشي راح ايه مصفي منهم واحد وأصاب اتنين، وده فرد بطوله. تمام. بتوع حماس اما دخلوا عملوا فيهم ايه؟ تمام. سيبك من كل ده من زمان هم لما بيجوا يضربوا الفلسطينيين، الفلسطيني بيضرب بحجارة، هو بيضرب بإيه؟ بسلاح. وبيضرب بسلاح هو فين وهو مستخبي من وراء الجدار. فاهم؟ لأن ده برضو إيه، كل ده مذكور في القرآن. وربنا بيقول لك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم بيبقوا واقفين مع بعض بس كل واحد قلبه في حتة وخايفين. ده في الحاجات اللي حصلت ديت جايبين الولد بتاعهم عامل حمام على نفسه اما اتضرب عليهم حاجات. تمام. سيبك من الناس ديت، الناس دي والله العظيم فاضيين فاضيين. وامريكا فاضية اكتر منها. امريكا ما عرفتش اساسا تخش ماشي العراق لمدة 21 يوم، غير اما ايه اللي هم الناس اللي هم الخونة هم اللي سلموها وهم اللي فضوها وهم اللي دخلوهم. غير كده ما كانوش عارفين يخشوا. وكان ساعتها عمال يقول لك القنابل والقنبله الذكيه ومش عارف ايه، وقعدوا 21 يوم مش عارفين. والله يا جماعه الناس دي فاضيه، والناس دي كده صيت على الفاضي، دول بالونات. دول بالونات. احنا عندنا الجندي المصري ياكل 20 منهم. والله العظيم ياكل 20 منهم. فاهمني؟ فاحنا ما نقلقش، احنا ان شاء الله لو قامت حرب بامر الله منصورين بامر الله باذنك يا رب، ان شاء الله هنكون منصورين. والجندي المصري خير جنود الارض يا جماعه. فما تقلقوش، وربنا سبحانه وتعالى ما بيرضاش بالظلم. في 73 والله العظيم انا ابويا الله يرحمه كان بيحارب معاهم مع الناس في 73. بيقول لي وناس كتير مش هو بس، كان بيقول لك كان في جنود لابسين ابيض في ابيض. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان باعت جنوده كمان، فربنا ما بيرضاش بالظلم. وان شاء الله الناس دي هتتباد من على الخريطه. هم عاوزين يغيروا خريطه العالم بس هم ان شاء الله اللي هيتبادوا بامر الله. هي فعلا هتتغير بس هتتغير وهم مش موجودين فيها. وان شاء الله خير، وربنا يحافظ على الناس دي كلها يا رب، ويحفظ اهلنا في غزة ان شاء الله بامر الله. وبامر الله القدس تتحرر ان شاء الله، وربنا ييسر بامر الله ان شاء الله. وان شاء الله ما تخافوش على المصريين جدعان وجامدين قوي. والحمد لله احنا احسن الجيوش من احسن الجيوش اللي في العالم الحمد لله. وسيبك من الناس اللي هي بتستعرض القوة بتاعتها دي تعالى اتفرج عليهم بقى وهم بيطبقوا على الواقع. والله ما هتلاقيهم شوية بلالين وكلها مفرقعة. وإن شاء الله خير. وربنا يحمي فلسطين ويحمي العرب كلهم ويحمي مصر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.